إذا كلنا نعبد نفس الرب ونقدس نفس الكتاب ونتبع نفس النبي ونتوجه لنفس القبلة، ليش أكو طوائف ومذاهب؟ ليش أكو سنة وشيعة وجعفرية وحنفية ومالكية وزيدية ومدري إيش؟ ليش ما نصير مسلمين كلنا بدون مذاهب؟ وها هي أنا متأكد إنه كل واحد جاي يشوف هاي الحلقة سأل نفسه هاي الأسئلة وأكثر. بس قبل لا نشوف شنو موضوع المذاهب بالإسلام، خلونا ندعم الحلقة بلايك وخلنا نسولف. قبل لا نطب الأساس الموضوع، خلونا بس نشوف شلون ظهرت المذاهب الإسلامية، ونبدي كبداية من الشيعة. بصراحة يا عزيزي المشاهد، وحسب اطلاعي وفهمي البسيط، أشوف أنه أكو اختلاف حول تاريخ ظهور المذهب الشيعي. الرأي الأول يقول أنه ظهور الشيعة كان بزمن الرسول، وتحديدا بعد حجة الوداع، وفي اليوم المصادف 18 ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة. وحادثة الغدير يا عزيزي المشاهد أتوقع الكل يعرفها، لما الرسول قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أما الرأي الثاني فيقول أن ظهور الشيعة كان بعد موت الرسول، وتحديدا بعد حادثة سقيفة بني ساعدة، حيث تم تنصيب أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. أما الرأي الثالث فيقول أن الشيعة ظهروا بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان. أما الرأي الرابع والأخير فيقول أنه الشيعة ظهروا بعد مقتل الحسين بن علي. ولكن يا عزيزي المشاهد، إذا نلاحظ ونركز شوية، فكل الأحداث اللي ذكرتها سابقا أسست لظهور المذهب الشيعي. أما بالنسبة لظهور المذاهب الثانية فما أتوقع بها ذاك الخلاف الكبير، وهنا أقصد المذاهب السنية الأربعة المشهورة، واللي هي المذهب المالكي نسبة إلى مالك بن أنس، المذهب الحنفي نسبة إلى أبو حنيفة النعمان، المذهب الشافعي نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعي، المذهب الحنبلي نسبة إلى أحمد بن حنبل. وأكو هواية مذاهب ثانية يا عزيزي المشاهد اختفت بمرور الوقت، مثل مذهب الظاهري أو مذهب الليث بن سعد. بس السؤال المهم والأساسي هو ليش أكو مذاهب؟ للإجابة على هذا السؤال يا عزيزي المشاهد لازم نعرف شنو هو المذهب أصلاً. فالمذهب لغة هو الطريق أو النهج، أو بالعراقي نقدر نقول درب أو اتجاه معين مشى بيه شخص معين. وهالشي معناه أنه أكو طرق ثانية ومذاهب ثانية مشوا بيها أو اتخذوها أشخاص ثانيين. أما أسباب ظهور المذاهب يا عزيزي المشاهد فشرحها كلش طويل، وراح تلقي بالنت أو بالكتب كومة أسباب، بس راح اختصرها لجنابك بكل بساطة. النصوص الواردة بالقرآن الكريم يا عزيزي المشاهد على نوعين. النوع الأول هي نصوص قطعية الدلالة، يعني نص ما بي غير معنى واحد، ومستحيل أن يختلف على معناها الشخصين، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. هالنص يا عزيزي المشاهد واضح وصريح وما بي غير معنى واحد، وماكو لا سني ولا شيعي يختلف على معناها. فالآية بكل صراحة تدل على وجوب إقامة الصلاة. وأنطيك مثال ثاني مثل الآية الخاصة بتحريم الخمر، يعني مثل ما تشوف قدامك النص واضح ومستحيل أن يكون للآية أكثر من معنى واحد. إذن يا عزيزي المشاهد هنا ماكو أي خلاف والدنيا حلوة والوضع تمام. أما النوع الثاني من النصوص فهي نصوص ظنية الدلالة، وهاي النصوص تعتبر أساس لظهور المذاهب، لأن هاي النصوص يا عزيزي بعكس النوع الأول بيها أكثر من معنى واحد وتفسر بأكثر من تفسير. على سبيل المثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هنا يا عزيزي المشاهد 3 قروء بها أكثر من معنى واحد. فالقروء باللغة العربية أما يجي بمعنى الحيض أو يجي بمعنى الطهر، وبالتالي الفقهاء اختلفوا بتفسير هاي الآية، وكل فقيه يفسرها حسب اجتهاده الشخصي وحسب الأدلة اللي قدام عينه. وركز لي بهاي الجملتين، فقيه ذهب بمعنى الحيض وفقيه آخر ذهب بمعنى الطهر، وبالتالي صار عندنا مذهبين. وهذا كان مثال بسيط، والاختلافات الموجودة بين المذاهب مو بهاي القلة، إنما أكو خلاف على هواية أمور فقهية مثل الوضوء والرضاع وغيرها من المسائل، ولكن بنفس الوقت كلهم مجتمعين على ثوابت معينة، نفس الإله، نفس النبي، نفس الأركان وغيرها من الثوابت اللي يطول شرحها. باختصار يا عزيزي المشاهد الكل متفق على الأصول، ولكن يختلفون بالفروع. وهذا الاختلاف يا عزيزي المشاهد واقعي ومنطقي، وممكن يكون شيء زين. يا معود ما تقول لي شلون الاختلاف بالمذاهب شيء زين، الله يخليك يا تقول غيرها. يعني لو الله منزل القرآن كله بمعنى واحد مو أحسن؟ لا نصوص ظنية ولا أكثر من تفسير ولا حتى سنة وشيعة. شال ورطة هاي. شوف عزيزي المشاهد، أنا كلش متعاطف ويا اللي يقول هيك حكي، بس هو ينسى شغلة كلش مهمة. الكوكب مالتنا يا عزيزي المشاهد بيه هواية اختلافات، يعني المجتمع العراقي يختلف عن المجتمع السعودي، والمجتمع السعودي يختلف عن المجتمع الإيراني، والمجتمع الإيراني يختلف عن المجتمع الصيني. وكل مجتمع له اختلافات اجتماعية ومناخية وجغرافية وسياسية واقتصادية وهواية اختلافات ثانية. وذكرنا بالحلقة السابقة يا عزيزي إنه ما من الممكن أن نطبق قانون ما يتوالم مع طبيعة المجتمع، وبالتالي النصوص اللي بيها أكثر من معنى واحد تنطي المجال للفقهاء أن يجتهدون ويخلون أحكام تتناسب مع طبيعة المجتمع اللي هم بيه، بس بشرط أنهم ما يخالفون النصوص الصريحة. على سبيل المثال مذهب معين يوجب الزكاة بالحنطة والشعير فقط. زين في حال إذا أنت بدولة ما ينزرع بيها الشعير بسبب الظروف المناخية، إيش راح تسوي مثلا؟ تصفن؟
طيب عوفنا من الأحكام الدينية وخلي نجي للقانون اللي يكتبه الإنسان. عبد الرزاق السنهوري هو الشخص اللي قام بصياغة القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري، يعني نفس الشخص سوى قانون من القوانين الأساسية بدولتين مختلفتين عن بعض. إذا تجي وتقارن بين القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي راح تلقى بيه اختلافات رغم أنه نفس الشخص كتبهم، والسبب يا عزيزي المشاهد لأن المجتمع العراقي يختلف عن المجتمع المصري وما تقدر تطبق قانون واحد على مجتمعات مختلفة. ومن جانب ثاني يا عزيزي المشاهد ممكن الاختلاف بين المذاهب يكون شيء جيد بحالات خاصة، وهنا راح نعطيك مثال يخص أحكام الرضاعة. المذاهب الإسلامية يا عزيزي المشاهد تختلف فيما بينها من حيث عدد الرضعات التي توجب التحريم. مذهب معين يقول قليله وكثيره يوجب التحريم، مذهب ثاني يقول 5 رضعات مشبعات توجب التحريم، مذهب ثالث يقول لك 2 من الرضاعة توجب التحريم. والموضوع مثل ما تشوف قدامك موضوع خلافي، وأشد حكم هو هذا وأخف حكم هو هذا. وخلنا نفترض هنا انه يحيى ولميس الخميس الجاي راح يتزوجون، واجت ام عباس تصيح انه اني مرضعتهم اثنينهم، ويترتب على حكي ام عباس انه يحيى ولميس راح يصيرون اخوه بالرضاعه وبالتالي حرام عليهم ان يتزوجون. يجي رجل الدين يسال ام عباس كم مره رضعتيهم؟ ام عباس راح تقول له انه اني متاكده 100% رضعتهم بس ما متاكده من عدد الرضعات. فهنا يا عزيزي ما دام اكو تاكيد بالرضاعه واثنينهم ما متزوجين بعد، فرجل الدين يفتي على اساس المذهب الاشد حكما، واللي هو المذهب اللي يقول قليله وكثيره يوجب التحريم، ولو شاربين قطرة حليب فها هي يعتبرون أخوة. فرجل الدين هنا يا عزيزي المشاهد أصدر الفتوى بالتحريم حتى يتجنب أن يعقد بين امرأة ورجل ممكن يكونون أخوة بالرضاعة. أما إذا يحيى ولميس صار لهم 10 سنين متزوجين وعندهم درزن جهال وأم عباس قالت نفس الكلام، فمن الممكن أن المفتي ياخذ بالمذهب اللي حكمه كلش خفيف، واللي هو المذهب اللي يقول لازم أم عباس ترضعهم 2 سنين حتى يتحقق التحريم، لأن الوضعية هنا تختلف وأكو جهال وصار لهم سنين متزوجين وبالتالي مو مال نشتت عائلة. وهنا يا عزيزي المشاهد المذاهب صارت مفيدة بحالات خاصة. طيب خويني، يعني أنا عرفت شنو المذاهب وشنو سبب ظهورها، بس لحد هسه ما جاي أفهم سبب الاختلاف بين السنة والشيعة. يعني ممكن بس حضرتك تتكرم علينا وتشرح لنا يعني، أرجوك. شوف يا عزيزي المشاهد راح اختصر لك إياها بجملة واحدة، الخلاف بين السنة والشيعة هو خلاف سياسي لا أكثر. فبغض النظر عن الاختلافات الموجودة بالأحكام الشرعية لأن وجودها أمر طبيعي مثل ما ذكرنا، لكن أس المشكلة بين هالمذهبين هو الخلاف على أحقية الإمام علي بالخلافة. والخلافة شنو يا عزيزي المشاهد؟ الخلافة تعني حكم الدولة، والحكم يا عزيزي المشاهد هو موضوع سياسي. ولكن للأسف بعض رجال الدين من الطرفين عمقوا من هذا الخلاف لدرجة الاقتتال والفرقة. الخلاصة عزيزي المشاهد طبيعي أن نختلف بالمذاهب، وكل المذاهب بالنهاية تشترك بنفس المقدسات وتختلف عن بعضها البعض بسوالف بسيطة وفرعية. أي مسلم يا عزيزي المشاهد مهما اختلف مذهبه إذا يصلي لازم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد أثناء صلاته. طبيعي كلش أن تكون سني أو تكون شيعي وماكو فرق. واللي يقول لك اكو فرق فصح، هو اكو فرق ولكن فرق سياسي على اشخاص كانوا موجودين قبل 15 قرن، والمتعصبين يا عزيزي المشاهد من الطرفين ظلوا يحفرون بهاي السوالف لحد يومنا الحالي وما يردون نطلع من هاي الحفرة. يعني لاحظ الاحداث اللي جايه تصير بيومنا الحالي، كل قناة تقول شكل وتنقل الخبر بشكل مختلف عن الثانية. فشنو اللي يخليك ان تتمسك باحداث صارت قبل 15 قرن وهم كل واحد جاي يقول شكل مختلف عن الثاني؟ ما عندي اي مشكلة اذا انت محب لمذهبك، بس اظهر الوجه الحسن منه لبقية الناس، خليك سفير لأخلاق دينك ومذهبك وأهلك وتربيتهم إلك. وأرجع وأعيد، مو عيب أن تكون شيعي ولا عيب أن تكون سني، بس عيب عليك أن تكون متعصب لمذهبك لدرجة أنك تشوف نفسك صح والبقية غلط. عيش حياتك يا صديقي، والمشاكل اللي صارت قبل 15 قرن خليها للناس اللي عاشت بذاك الزمن ولا تصدرها لوقتنا الحالي. يلا ولي. لا تعال هاي بصل خشمك. بنهاية هاي الحلقة لازم أقول لك إنه هاي الحلقة من الحلقات المهمة كلش بالنسبة إلي، وأيضا حاب أوضح بعض الأمور حتى أتجنب الفهم الخاطئ لكل الكلام اللي انقال بالحلقة. بس قبل لا أوضح هاي الأمور ضروري أن تدعم هاي الحلقة باللايك وبالنشر والتعليقات، وبشرفكم كثروا لي منها، تشيرها لأصدقائك أو لعائلتك أو لقرايبك، ما أدري ما العلاقة، المهم لا توقف الحلقة يمك. طيب يا جماعة الخير، أعرف كلش زين إنه أسباب ظهور المذاهب أكثر بهواي من اللي ذكرتها بالحلقة، ولكن السبب اللي خلاني أقدم الحلقة بهذا الشكل إنه المتابعين مو كلهم دارسين شريعة ولا مال أدوخهم بمصطلحات ممكن ما يفهموها بسهولة. بس خلونا نتفق إنه السبب الرئيسي لظهور المذاهب هي النصوص الظنية. هذا الكلام لأصحاب الاختصاص. أما بالنسبة إلك يا صديقتي وبالنسبة إلك يا صديقي، فلازم تفهمون إنه العالم أكبر بهواي من العراق ومن القوقعة اللي جاي نعيش بيها. دائما أنصح الشخص إنه يتعلم ويحكي ويختلط ويا غير ديانات ومذاهب وأعراق حتى يتعلم منهم ويصير شخص متقبل للاختلاف.
مشكلة انعدام التعايش بين أطياف الشعب العراقي مشكلة كبيرة كلش، وأكو انعدام ثقة بين أبناء شعبنا، وهالشي موجود وما حد يقدر ينكر. إذا شفت بيوم من الأيام بوست أو فيديو بأي منصة بالإنترنت بشرفك لا تندفع وتعلق بسرعة وبعصبية. هنا يا عزيزي أنصحك أما تتجاهل البوست أو الفيديو أو ترد عليهم، وإذا حبيت ترد فرد بشكل أنه تصحح الغلط الموجود بالجانب الثاني حتى يفهم غلطه شنو. على سبيل المثال إذا أنا نشرت كلام معين وأنت رأسا جيت تعاركت وياي وتهجمت علي وفشرت علي، فما راح أفهمك ولا أفهم طبيعة مذهبك، إنما بالعكس راح يزيد الخلاف بيني وبينك. أما إذا جيت وحكيت وياي بكل هدوء وصححت المفهوم الخاطئ الموجود عندي، فبكل تأكيد راح تفيدني وراح أغير نظرتي عنك. لهذا دائما أنصحك أن تكون خير سفير لمذهبك ودينك وقوميتك. كلنا مختلفين عن بعض وهذا الشيء طبيعي كلش وموجود بكل الدول. ما يجي أحد ويقول لي لا تقول أنت شيعي أو سني وإحنا عراقيين فقط ومن هالحكي، فبصراحة ما أدري وين المشكلة إذا حبيت العراق وأنت شيعي أو سني أو عربي أو كردي. ما أدري شنو اللي يخليك تفكر إنه مسح هاي التسميات ممكن يبني لك مجتمع زين. الأمر اللي يبني مجتمع قوي وحقيقي يا عزيزي المشاهد هو التعايش السلمي بين المكونات، وبالنهاية الله يقول إن خلقناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا، فخلوكم سفراء جيدين من الخلفيات اللي انتو جيتوا منها. وبس هذا اللي كان عندي، وبشرفكم لا تنسون الشير واللايك والتعليقات. اريد هذا الفيديو يوصل للكل لان مهم كلش.